السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في المنظر اللي شبه خرابة؟ بس انا ان شاء الله يعني عملت رتبت في الاول زي ما انتوا كنتوا شايفين. حطيت هنا بطارية ودي كانت كاملة انا بفكها دلوقتي، ودي برضو كان فيها، ودي اهي فيها، ودي دي. طبعا كل البطاريات دي انا هفكها مش هتنفعني. طب انا هفكها ليه؟ هفكها لان مفيش صرف، وانا اتبهدلت ان انا الم السبله اللي في الادراج، اخلي عيالي يرموها بره في الزباله، بهدله كبيره جدا. فعشان اتاقلم مع الوضع الحالي اللي انا فيه، انا هعمل نظام مزرعه عاديه صغيره طبعا. هقفل على المنطقه دي، بصوا كده المنطقه دي كبيره اهي. انا هقفل على المنطقه دي من اول هنا كده، ادي باب الشقه اهو، من عند باب الشقه كده هقفل كده بستاره. وكل المكان ده هربي ارضي وهعمل فيه عشان مشكله الميه. بصوا الفراخ جايبه اخرها. هعمل فيه عشان مشكله الميه، هعمل هعمل الله المستعان، خطوط النبل دي هحطها في الارض. هطلع الفراخ اهو عشان انتوا تطلعوا بقى تحت لكم اهو. خطوط النبل دي هحطها في الارض واحده واحده. طبعا قدامنا مهمه كبيره جدا وصعبه ومجهود، اصلا بقالي 10 ايام مجهود، الواحد ما بيرتاحش. فخليكم معانا بقى، هنقفل الفيديو ونكمل نفضي كل المكان ده ونعمل الستاره اللي قلت لكم عليها. واحده واحده هنبدا نعمل الخطوط بتاعه النبل دي. مواسير الميه هنظبطها ونشوفها ونخلي المكان ينفع ان احنا نقعد فيه او نربي فيه، لان الواحد كده نفسيته اتدمرت خالص. انا مش هنفع وما قدامي، مش لاقي مكان، يعني انا مش لاقي مكان تاني غير المكان ده ان انا اروح اجر وانقل تاني. قسما بالله انا صارفه 8 حلقين دهب 10,000 جنيه في النقل ده، نقل بس، انا ما استفدتش حاجه، نقل بس عشان ادفع بتاع دوت تأمين شهر ومقدم شهر وإيجار شهر ونقل مصاريف قد كده، وتظبيط الشقة اللي فاتت هوريكم برضو تظبيطها انا ظبطتها. فغير الخساير بقى، غير الخساير اللي حصلت هنا طبعا عشان انقل الفراخ من مكان لمكان. قسما بالله انا ميت من عندي اكتر من 100 فرخة ابيض على بلدي على سمان على بط تقريبا في يومين 2. فخسارة كبيرة، الله المستعان، ربنا يعوض عليا يا رب. مش مشكلة تيجي في الفلوس، ربنا يعوض عليا يا رب. بس بنحاول نلاقي حل، لان انا وصلت لدرجة ان انا يعني اكتئبت خلاص، ان انا عايزة اقفل المكان وابيع كل اللي انتوا شايفينه ده وخلاص، واقعد في بيتنا بقى زي اي ست كده قاعدة بتاكل وتشرب وتنام وخلصنا على كده. اخر محاولة مني في الحياة الصعبة اللي احنا عايشينها دي، يا انا يا هي بقى في الظروف الصعبة دي، هحاول ان انا اظبط المكان ده عشان خاطر اكمل اللي انا بدأته. لان ادعوا لي، انا الواحد ماسك نفسه بالعافيه، انا ماسكه دموعي بالعافيه وحاسه ان انا مقهوره، ان انا مش عارفه اوصل لحاجه، انا مش عارفه اوصل لحاجه في البلد دي. انا مش عارفه، انا بتعب وبشقى ليل نهار، انا مش عارفه اوصل لحاجه في البلد دي. حاولت ان انا الاقي اي مزرعه ان انا اروح اجرها. المزارع بعيده جدا عن العاشر من رمضان، ربع ساعه يعني بعيد، بره العاشر اصلا، يعني من مكان بيتي لحد هناك ممكن ساعه، طبعا منطقه صحراء. وانا مش هعرف ان انا انقل عيالي هناك وهنقل دنيتي وحياتي كلها عشان خاطر انقل في مزرعه. لسه ما وصلتش للمرحله دي، فجوايا كتمه كده، كتمه وحرقه قلب وحرقه دم ودموع محبوسه. انا مش عارفه اتكلم ومش عارفه اتصرف ومش عارفه اعمل ايه. عليا بسكوت كده وعماله اعوضي عليك يا رب، مش عارفه اعمل ايه. يعني هل هو غلط ان الواحد بيحب يشتغل، بيحب ينتج، بيحب يعمل مشاريع، بيحب يعيش حياه كريمه، ولا انا يعني الافضل ان انا ابقى ست تقليديه عادي، ان انا اكل واشرب وانام ماليش دعوه جوزي يجيب ما يجيبش، انا ماليش دعوه، انا عايشه باكل وبشرب وانام وخلاص؟ ولا انا بتطلع للاحسن؟ يعني انا دايما عندي مبدا بقول طالما انا عايشه اعيش احسن عيشه، وطالما انا موجوده في الحياه فاسعى وانتج وازرع واربي واعمر ارض ربنا. والله المستعان بقى، دعواتكم عشان خاطر كده الواحد جاب اخره، ربنا يفرجها فرج واسع، اللهم امين يا رب. وبطاريات الحمام خلاص اهو، طبعا الحمام برضو باظ مني، زغاليل كتيره باظت لان طبعا كانوا مطلعين وما لحقتش طبعا لما جالي الانذار ان انا لازم امشي. فتقريبا 4 تجواز حمام برضو ضاعوا، ماتوا كده مني. يا دوبك في جوز واحد في البيت اللي بحاول اكله بسرنجه. فالله المستعان، الله المستعان يا رب. انا بقول يا رب وبسعى وربنا يكرم ان شاء الله.
لاخر نفس اهو، يعني لاخر نفس بنحاول ان احنا نسقي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيت قبل ما امشي اوريكم بقى انا عملت ايه من عند الباب كده اهو. قفلت كده، طبعا انا مش قادره اكمل، ما كملتش بقى من الناحيه دي، لسه الناحيه دي هقفلها بكره. وسلكات الحمام الحمد لله جت اهي، دي ودي، ولسه واحده زي دي كده بره هجيبها ان شاء الله، هركبها واوريها لكم. بصوا بقى عملت ايه، انا فضيت اهو خالص اهو. هسيب الشبابيك مفتوحه عليهم بقى عشان التهويه. لسه طبعا دي اخر واحده، لسه البطاريه دي، الدورين دول والفريزر، ودي فضيتهم، ودي كده اهي فضيتها. بصوا الارض بقى خلاص كده، حاطه ميه كتير واكل كتير وعلف. لو كنت قادره كنت ذبحت من الفراخ البيضه دي كتير، لان خلاص هي بتموت مني، الجو حر. الله المستعان بقى، نلحق اللي ممكن يتلحق. وطبعا انتوا عارفين الفراخ البلدي دي فيومي انا سايباها عشان البيض. فكده خلاص بكره ان شاء الله هنكمل. ورتبت بره اهو على قد ما اقدر. طبعا هنا كركبه جدا، بس هنا اهو جيت رتبت هنا، حطيت بقى كده كل ده فوق بعضه، ورتبت ده. وخدت دلوقتي كهرباء محترمه، اتكهربت من السلك ده. كنت جايه انور النور، كان هم عاملين فيشه كده لقيتها مقطعه، كهربتني والله، خدت نصي كله بالكامل. الحمد لله على كل حال. دي الكركبه دي خلاص، الركن ده مش هنعمل فيه اي حاجه. وده الفريزر اهو، لو اي حاجه ذبحتها بحطها. والركن ده كده كامل كده غير مستغل. وطبعا الحاجات دي كلها اهي، دراج البطاريات دي كلها هتتغسل بكره بالميه والصابون كده وتدعك حلو، واحطها فوق هنا في خزين بقى، على ما ربنا يكتب لنا مكان يكون فيه صرف، او نشوف نعرف نتصرف هنا كده بقى بالارض من غير بطاريات، لان الارض يعني في التهويه فبتنشف على طول، وما بيبقى يعني ما فيش ريحه عشان تراب، فلعله خير. بصوا التراب بيعملوا حمام والشمس بتخش كله بينشف، يوم ولا حاجه بروح كنسه وانضف وبتبقى كويسه. بكره ان شاء الله هنرتاح من منظر الحمام ده، وابدا احطهم في السلاكات. والتقفيصه الحديد دي برده هركنها بقى كده، ملهاش اي عايزه خالص. يلا دعواتكم بقى ليا بصلاح الحال. انا هروح اهو والله من الصبح، الساعه دلوقتي داخله على مثلا 5-6، الساعه دلوقتي 6 الا 5. يلا الله المستعان، ربنا يدينا الصحه ويبارك ما بين ايدينا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.